السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاية وجايبه لكم فيديو حلو جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بالزبدة الفلاحي من غير ما نشتري زبدة فلاحي. انا عمري ما بقول كلمة كذب ولا حتى بحب احط عنوان كذب. زي ما قلت لكم النهارده هنعمل كل الفطير اللي انتوا شايفينه ده واكتر منه كمان بالزبدة الفلاحي من غير ما نشتري زبدة فلاحي. الفيديو بجد حلو جدا جدا ومفيد قوي. فطير مورق طري تحفة، لون وشكل وطعم ولا أروع. شايفين التوريقة بجد تحفة، والنهاردة هنفرده بطريقة تانية غير خالص. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة واوريكم ازاي هنعمل الفطير المشلتت بالزبدة الفلاحي من غير ما نشتري زبدة فلاحي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. اول حاجه هنلم كل القشطه اللي في البيت. القشطه دي طلعناها ازاي؟ جبنا اللبن بتاعنا غليناه، وبعد ما غلي برد بيتناه في التلاجة. قمنا الصبح لقينا وش قشطه كبير حلو جدا على اللبن بتاعنا. كل مره الم وش القشطه واحطه في علبه في علبه لحد ما كونت زي ما انتم شايفين 8 علب من القشطه. حلو قوي 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 انك تجمعي القشطه بالطريقه دي. النهارده بقى مش هنشتري زبده فلاحي وهنعمل كميه كبيره قوي من الفطير. تعالى اقول لكم هنعمل من القشطه دي زبده فلاحي ازاي. عايزين القشطه بتاعتنا وعايزين ميه متلجه جدا. بعد كده هنجيب الكبه وهنبتدي نحط في الكبه بتاعتنا علبه كامله من القشطه دي، وهنحط عليها مج من الميه المتلجه، وهنبتدي نضربهم كويس جدا لحد ما يفصلوا. كل حاجه هعيشها معاكم خطوه بخطوه. حطينا القشطه في الكبه وهنبتدي نحط الميه المتلجه. الميه تكون بارده جدا جدا، ولو فيها قطع من التلج ما يكون احسن كتير. ويلا بينا على الخلاط هنشغلهم. بصوا اول حاجه هيبقى شكلهم كريمي، بعد كده الكريمه دي هتتقل اكتر، بعد كده هتفصل. كده الكريمه تخنت اكتر، وكده فصلت. ودي الزبده اللي انتوا شايفينها، شايفين الزبده الفلاحي اهي من غير ما نشتري زبده فلاحي، عشان تعرفوا ان انا مش بكذب ابدا. يلا بينا بقى ناخدها ونجيب بولة ومصفى وشاشة بيضة ونصفيهم. زي ما انتوا شايفين انا محضرة البولة وحطيت عليها مصفى، وحطيت كمان شاشة، وهبتدي انزل بقى بالمكونات اللي في الكب عشان تشوفوا الزبدة بتاعتي التحفة. بصوا اول ما تفصل كده بنطفي عليها الكبة اهي. هنعصر بقى الشاشة كويس جدا ونكور الزبدة دي جوه الشاشة. وكل المية اللي هتنزل دي انا ان شاء الله عامله لكم فيديو بالتفصيل عن الزبدة الفلاحي والمية دي هنعمل بيها ايه. بصوا عصرتها خالص علشان ينزل كل المية اللي هي تعتبر بقت لبن دلوقتي بعد ما اتضربت مع القشطة. وبعد كده هنفتح الشاشة بتاعتنا ونطلع كرة الزبدة. شايفين؟ عملنا زبدة فلاحي من غير ما نشتري زبدة فلاحي، وهنعمل منها كمية فطير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي أول كرة طلعت معانا. طبعا هعمل القشطة كلها بنفس الطريقة لحد ما أخلص كل كمية الزبدة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين كمية الزبدة؟ الزبدة دي لو اشتريتوها من بره هتبقى بكام؟ عرفتوا بقى التدبير والتوفير؟ هاتوا اللبن من بالليل واغلوه وسيبوه يبرد، بيتوه في التلاجة، تاني يوم شيلوا القشطة، حوشوا القشطة واعملوا احلى زبدة فلاحي من غير ما تدفعوا فيها ولا جنيه. بعد كده هنبتدي ان احنا نعجن العجينة بتاعتنا. خلاص عملنا الزبدة بتاعتنا، ممكن نعملها من بالليل عشان تاني يوم نكونوا فاضيين الفطير بس. جبنا ميه وجبنا كيلو دقيق، معلقتين من السكر، معلقه صغيره من الملح. الميه بتاعتنا اللي هنعجن فيها دوبنا فيها معلقتين السكر. جبنا العجان وهنبتدي ننزل فيه كيلو الدقيق ونحط عليه معلقه الملح الصغيره. بعد كده هنطلع بيه على العجان نضربهم الاول وهم جافين مع بعض.
وبعد كده ننزل بالميه اللي دوبنا فيها معلقتين السكر من الجنب. نحط كميه مناسبه من الميه واحنا بنعجن. عجينتنا ما تكونش طريه قوي ولا تكون قاسيه قوي. لنفرض ان العجينه طريت معاكي، ممكن تزودي من الدقيق. تمام، هي كده مش طريه على فكره، هي كده لسه بتلم نفسها. شايفين؟ انا عايزه العجينه بتاعتي تكون ناعمه وتاخد وقتها في العجان. الفطير بيحب العجينه المعجونه كويس جدا. خلاص عجننا كيلو دقيق، انا مش هقطعه، هخلي الكيلو على بعضه عشان انا النهارده جايبه لكم طريقه للفرد فظيعه حلوه جدا جدا. سيبنا العجينه بتاعتنا، هنسيبها بقى ترتاح. ولازم العجينه تبقى ناعمه زي ما انتم شايفين، وتتعجن في العجان مش اقل من 10 دقائق. زي ما انتم شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، انا عجنت 4 كيلو من الدقيق، وكل كيلو كره لوحده. ما قطعتش الفطير صغير عشان هقول لكم ليه. بعد كده غلفته بالزيت من فوق ومن تحت، دي نقطه مهمه علشان وشه ما ينشفش. وبعد كده هغطيه باكياس من فوق بعد ما ادهنه بالزيت عشان وشه ما ينشفش، دي نقطه مهمه جدا. النقطه اللي بعدها، العجينه بتاعتي لازم ترتاح. مهم جدا ان احنا نريح العجينه بتاعتنا مش اقل من ساعه. بعد كده بقى، بعد ما ارتاحت طلعنا بره، معانا طبق او بوله فيها زيت. هبتدي ان انا انزل الزيت على الترابيزه بتاعتي. واخد بقى العجينه بتاعتي اللي ارتاحت. بصوا ده كيلو دقيق على بعضه. واحط حبه زيت من تحت، احنا حطينا، وحبه زيت من فوق، ونبتدي افرد بايدي. طبعا انتوا متعودين ان انا بحب ان انا افرد الفطير بايدي. طبعا الكيلو دقيق ده ممكن يتقطع في ترتين وثلاثه واربعه وخمسه، بس انا النهارده جايبه لكم طريقه حلوه قوي لفرد الفطير، جميله جدا هتعجبكم قوي قوي. شفتوا بقى عملنا الزبده من البيت؟ شفتوا ما اشتريناش زبده فلاحي ولا لا؟ انا دايما مفيش عنوان او كلمه بقولها الا لما تكون صادقه. عمري ما بكتب عناوين كذب او اقول اي كلام ما حصلش. زي ما انتم شايفين فردت العجينه على قد ما اقدر. انا مش عايزاها، مش شرط تكون مفروده جدا جدا، لان احنا لسه هنفرده تاني. حطينا عليها كوره من الزبده، كل كيلو دقيق هحط عليه كوره. يعني الزبده اللي احنا عملناها دي انا مش محتاجه منها بس غير 4 كور، والباقي هشيله في الفريزر. شفتوا بقى التوفير والخير اللي بقى في البيت؟ بجد حاجه روعه. الزبده بتاعتي طبعا انا عاملاها وكنت شايلاها في التلاجة، فتحسوا انها ماسكه نفسها شويه. لا انا عايزه الزبده دي تطرى، لازم تبقى كريمي كده، وافردها على كل الفطيره. تمام، دي خطوه مهمه جدا برضو. بصوا هنا خلاص انا طريتها بحراره ايدي وقعدت افردها على كل العجين. الخطوات دي مهمه جدا. طريتها خالص خالص وفردتها على كل العجينه بتاعتي. بصوا هي اصلا لما بتاخد كمان حراره الغرفه بتطرى خالص وبتنعم كده كانها كريم شانتيه هشه جدا. زبده حلوه وريحتها تحفه. بعد كده بقى دي طريقة الفرد الجديدة، هبتدي ان انا الفها رول. الطريقة دي حلوة قوي 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 يا بنات، والله استخدموها تعجبكم جدا جدا. لو انتي بتخافي ان انتي تفردي العجينة بتاعتك وتكون رقيقة قوي فممكن تتخرم منك، لا ممكن تعملي الطريقة دي، حلوة حلوة جدا يعني، عجبتني قوي. بعد ما حطينا كمية الزبدة كلها على كيلو الدقيق، ابتديت ان انا الف رول زي ما انتم شايفين كده. بصوا العجينة بتاعتي طول ما هي مرتاحة بتجري معايا، ما بتشدش، ما بتتقطعش، بجد حلوة قوي قوي. بلفها رول زي ما انتم شايفين كده. ولا اروع، بجد تحفه. بصوا تتمط معايا العجينه ملهاش حل. دلوقتي بقى هنقسم العجينه دي لفطاير. ممكن تقسميها ل5 فطيرات، ممكن تقسميها ل3 ل4 زي ما انت عايزه. انا عن نفسي عملتها فطيره كبيره فقسمت الكيلو على 3 فطيرات. هقسمهم دلوقتي قدامكم واوريكم الرقات بتاعه الفطيره من جوه شكلها عامل ازاي. بصوا الرقات بقى، بصوا كام راق. الطريقه دي حلوه قوي. شايفين اللفه؟ شايفين قد ايه ملفوفه؟ تحفه، حلوه جدا جدا جدا. هبتدي بقى اروح فردها بالطريقه دي اللي انتوا شايفينها، والفها على بعضها كده اهي، واخليها زي الكوره واسيبها، والتانية اعملها بنفس الطريقه.
والتالتة. بصوا الرقات، بصوا جمال الرقات، تحفة، ملهاش حل بجد. الفطير ده اكثر من رائع، حلو جدا جدا. قسمنا الكيلو على 3 فطاير. طيب الخطوة اللي بعد كده، كل خطوة أنا بقولها مهمة جدا، ما تستهونوش بولا كلمة. هاخد الفطير ده هغلفه بأكياس وأشيله في التلاجة مش أقل من ساعة. تمام. مهم جدا الخطوة دي عشان عايزة الزبدة تمسك جوه العجين، لأن أنا لسه هفرده تاني. دخلت الفطير بتاعي في التلاجة ساعة ورجعت جبته عشان نفرده مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كل فطيرة حطها في كيسة، هطلعها. وهبتدي افردها تاني معاكم عشان تبقى مورقة اكتر واكتر. بصوا الزبدة دلوقتي مسكت في الرقات جوه لان دخلناها التلاجة. بصوا العجينة تحفة ازاي، بتتفرد معايا بسهولة ازاي. بس انا هفردها فردة صغيرة، مش هفرد فردة كبيرة جدا يعني، لان طبعا هي جواها زبدة. هي فردة بس كده، وبعد كده هنلمها كورة على بعضها. مش محتاجين بقى نحط زبدة تاني ولا حاجة تاني. بصوا بلمها بنفس الطريقة دي. الطريقة دي أحلى وكتير جدا وسهلة وبسيطة، وممكن أي حد على فكرة يعملها. زي ما انتوا شايفين كده عملنا الفطيرة. بصوا لفتها عشان تكون آه دايرة زي ما انتوا شايفين. هجيب الصينية بتاعتي وابتدي أحط فيها الفطيرة. ودي أول فطيرة معانا. الخطوة اللي بعد كده نسيب الفطيرة بتاعتنا ترتاح نص ساعة قبل ما نفردها. كل حاجة بقولها مهمة، تريح العجين مهم جدا عشان يديكي أحسن نتيجة. تمام. أنا هسيبها ترتاح نص ساعة وهنرجع نفردها مع بعض. هفرد معاكم واحدة تانية اهي، طلعتها من الكيسة، برضو دي كانت في التلاجة. وابتدي ان انا افردها. بص العجينة حلوة ازاي، ممتازة، تحفة بمعنى الكلمة. ما نفردش عن كده لان هي جواها زبدة، انا مش عايزة الزبدة تطلع منها. فالفرد ده كويس جدا. بعد كده نلمها تاني اهي بالشكل ده. يعني ممكن نستعمل زيت حاجة بسيطة، لكن احنا مش محتاجين زبدة ولا محتاجين اي حاجة. تمام. وادي الكرة التانية ونلفها على بعضها. بصوا بقى تحفة، بقت مورقة جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم هحطها في صينية وهرجع لكم بعد ما اريحهم نص ساعة او اكتر، مفيش مشكلة. المهم ان لازم العجين يرتاح عشان لما نفرده يتفرد معانا. هكمل طبعا الكمية كلها واحطها في صواني زي ما انتوا شفتوا كده، وارجع لكم بعد ما نريح العجين. هنا مسحنا الترابيزة وخلاص خلصنا. هنبتدي بقى نفردهم بعد ما سيبناهم يريحوا. بصوا وانا بفرد في الصينية الفطيرة بتتفرد معايا بكل سهولة، لكن لو احنا فردناها على طول عمرها ما كانت هتتفرد، كانت دايما هتكش زي الاستك كده. فعشان كده لما اقول لكم تريحوا العجين مرة واتنين لازم تريحوه. راحة العجين مهم جدا جدا. بعد ما نفرد الفطير بتاعنا طبعا احنا مولعين الافران اللي عندنا، لو كان عندنا فرن او اتنين نولعهم ويكونوا سخنين جدا جدا جدا، اقصى سرعة من السخونية، وندخلهم الفرن. ولما تاخد اللون الذهبي التحفة اللي انتوا شايفينه ده نطلعه. بص شكل الفطير حلو ازاي، تحفة بجد، روعة. هنا طلعتها لكم طبعا في النور بره. بصوا الجمال،
باين على الفطيرة طرية جدا، لونها تحفة، ريحتها تجنن، حاجة بجد ولا أروع. هنا بقى طلعنا كل الفطير ولسه في فطيرتين في الفرن، بس انا قلت اصور لكم الشكل كده. بصوا ما شاء الله الاربعة كيلو عملوا معانا قد ايه. بصوا شكل الفطير، بصوا طري ازاي وتحفة. ودلوقتي هوريهولكوا وانا بقطعه، وهوريهولكوا وانا بتنيه. بجد تحفة، حلو جدا جدا، والطريقة دي في الفرد سهلة جدا وبسيطة، حلوة قوي قوي قوي. كمان هقول لكم على طريقة تغليف روعة، عشان يفضل معاكم الفطير حلو وما يلقطش ريحة من التلاجة لو احنا هنشيل، لان اكيد مش هناكل الكمية دي كلها في يوم واحد. هنا هنبتدي نغلف الفطير بتاعنا. بصوا الفطير وجماله وطراوته وحلاوته. هنجيب البلاستيك بتاعنا الرول، وهنبتدي نفتحه كده ونقفله من كل الاتجاهات على الفطيرة، عشان لما نحطها في التلاجة او في الفريزر ما تلقطش الريحة، وتفضل كده احلى بكتير قوي من الاكياس، حلوة جدا جدا جدا. البلاستيك راب ده تحفة، حلو قوي قوي. طبعا احنا في اجازة، كل الولاد خلصت امتحانات، عايزين نطلع مصيف، عايزين نغير جو. آه الولاد عايزين يتعشوا بالليل وسهرانين صاحيين بدري وعايزين يفطروا فطار حلو. في حد عندك في البيت بايت عندك، فتطلعي الفطيرة تحطيها بس في النار ترجع طرية زي ما انتوا شفتوا كده. وطريقة التغليف دي روعة روعة جدا جدا جدا. تجيبوا البلاستيك راب كده وتلفوه من كل الاتجاهات، ولو في حته مفتوحه تعملوه تاني وتقفلوه وتشيلوه في البيت. بصوا الفطير بتاعنا طري ازاي، بصوا الفطير بتاعنا تحفه وحلو جدا جدا. عملنا فطير مشلتت 4 كيلو ما شاء الله لا قوه الا بالله، من غير ما نشتري زبده فلاحي من بره. خدنا القشطه اللي في البيت وعملنا بيها. الحاجات دي كلها خير وبركه في البيت، وحاجات حلوه جدا جدا. بدل ما تشتروا الحاجة من بره وانتوا مش عارفين معمولة من ايه، بدل ما تدفعوا فلوس اكتر، عملنا كمية كبيرة قوي من الفطير المشلتت بالزبدة الفلاحي من غير ما نشتري زبدة فلاحي. قفلوا بقى الكمية كلها وطلعوا الحاجة اللي انتوا محتاجين تاكلوا منها النهاردة، وشيلوا حاجاتكم كلها في الديب فريزر. وقت تكونوا عايزين تطلعوا ساحل خدوا معاكم، عايزين تتعشوا سهرانين بالليل، طبق عسل بالطحينة ونطلع فطير ندخله الفرن يبقى كأنه لسه مخبوز حالا. بصوا بقى هنا حبيت ان انا اقطع لكم واحده عشان تشوفوا التوريقه وتشوفوها قد ايه طريه وقد ايه جميله جدا جدا. بصوا التوريقه، وده شكلهم بعد ما تغلفوا. هندخلهم على الفريزر، حلوه جدا وتحفه. ما تنسوش لايكات كتير جدا وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.